معروك هالسنة من هون ورايح لازم تعملوا على طريقتي، وكرمال نسكر ملف المعروك لازم تتبعوا هي الطريقة. بطنجرة صغيرة منجيب كاسة ونص حليب مع كاسة ونص مي و200 جرام سكر، والحلا هون حسب الرغبة، بدكم تقللوا بدكم تكتروا هذا بيرجع حسب الرغبة. وبنرفعهم على الغاز كرمال نرفع درجة حرارتهم. عندي نص معلقة طعام شمر ونص معلقة طعام محلب، ومننزل ومندق. والحليب اول ما بنحط اصبعتنا وبنحس في لكعه خفيفه بيكون عندنا صار جاهز وبنحطه على جنب. وكرمال نبدا في عجينه المعروك عندي كيلو طحين، عندنا هون 9 كاسات وهي العاشرة. بننزل ظرف خميره ما يقارب 10 جرامات مع ظرف بيكنج باودر وظرف فانيلا، وبننزل الشمر والمحلب، وعندنا عدد 2 بياض البيض كمان بننزلهم، وبننزل الحليب والمي والسكر. واهم شيء ما بننسى رشه ملح خفيفه جدا جدا. بنحرك المكونات وبننزل المكونات على المستدور وبنبلش عجن. وهلق بعد العجن لمده 5 دقائق فقط لا غير بقى عندنا السمنه مشان النعمه. عندي على جنب ملعقه طعام سمن. اول شيء بعملها كريمه في ايدي، بعطيها شويه حراره، بعد ما بلشت تدوب في ايدي بحطها وببلش حرك حتى تختفي السمنة عنا تماما. طبعا المعروك بيحب العجن شغلة كبيرة، يعني من تم نعجن لحتى تختفي السمنة عنا تماما مثل ما هلا عم يصير معنا. شايفين يا صلاتك يا محمد؟ يعني ما بدكم تيأسوا، العجن كتير مهم بالمعروك. شايفين صلاتك يا محمد؟ بعد ما اختفت السمنة هي العجينة المعروك صارت معنا جاهزة 100%. شايفين هيك؟ هلا عجينة المعروك ما بدنا اياها تختمر، نحن بنخمرها بعد التشكيل، ولكن بدنا نريحها ما يقارب ل10 دقائق كرمال تسترخي، نرفعها على جنب شغلة 10 دقائق وبنرجع لكم. ولبين عجينتنا ما ترتاح شوي عندنا على جنب تمر مهروس ما يقارب 700 جرام، بننزل عليه شوية سمنة مع رشة خفيفة قرفة وهي حسب الرغبة وبنعجن. وبعد هون التمر عنا ما طري وصار بهالجمال هاي، هذا القوام المطلوب، بنشيله بنحطه على جنب. وهلا هيك بعد ما ريحنا العجينه ما يقارب ال10 دقائق، شوف يا صلاتك يا محمد، نشيلها هيك ونحطها قدامنا عشان نشتغل فيها. اول شيء خلينا نعمل قطعتين ما يقارب 200 250 جرام حسب الرغبه بتجي. نعملها هيك بنزينها 300 جرام ما في اي مشكله، نحطها على جنب. وهي القطعه الثانيه يعني بشكل انه يكونوا متساويات، هي 250 وهي 300 جرام. نعملها هيك طريقه جميله. عندي هون على جنب حبه البركه وسمسم منزلين في صينيه، بنخلطهم هيك مع بعض وبناخذ العجينه عنا هيك نمسكها بهالطريقه الجميله وبنغطسها بالسمسم. راح اعمل وحده ساده ووحده في عجوه. بنجيبها هون على المستدور وبنفتحها بهالطريقه الجميله هيك. اذا بدكم كمان تستخدموا شوبك ما في اي مشكله، كبسها هيك من على الاطراف. وهي اول وحده صارت معنا جاهزه، بنشيلها وبنحطها في صينيه الفرن. الثاني راح اخذ ما يقارب 100 جرام من العجوه او من التمر المهروس، كافي هيك. كمان افردها هيك بطريقه جميله وراح احطها في قلب العجينه بهالطريقه هيك واسكر عليها هيك. شايفين شلون قفلنا عليها قفل؟ كمان راح نحط عليها سمسم. كمان نجي هون على المستدور ونصير نكبس كمان باستخدام الشوبك. بنفتح نحاول نكبس من على الاطراف ما في اي مشكله هيك في ايدينا. وهي المحشيه كمان صارت جاهزه، بنشيلها وبنحطها حد اختها. وللشكل الثاني قطعت دوائر ما يقارب ال 40 جرام، عملت 7 طابات هيك. بنحط طابه بالنص كرمال نشكل وردي، وبنحط الباقي حواليها هيك. كل طابه بتبعد عن الثاني سنتي سنتي فقط لا غير كرمال ناخذ شكل الورد الحقيقي. الشكل الثاني بنعمل طابة بهالطريقة الجميلة، بنشكلها هيك. بناخذ العجوة ما بنكتر كرمال ما تصدمكم يعني. كمان بندخلها لجوات العجينة بهالطريقة الجميلة هيك. كمان بنكورها، بعدين بنعمل لها كبسة خفيفة هيك وبنقطعها بهالطريقة الجميلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. وبناخذ كل طرف ونكبسه هيك كبسة. طبعا دائما الشكل الأساسي بناخذه بعد التخمير وبنحطها هون على. والشكل الثالث بناخذ عجينه بهالطريقه الجميله وبنفتحها هيك وبنكبس هيك عليها. ونجيب كمان عجوه كمان بنفتحها بنفس الطريقه. كمان بناخذ هيك وهذا القسم كمان بنكمله هيك كده. نسكر على العجوه او على التمر، كمان بنعمل لها هيك درجه وبناخذها هيك وبنسكرها بهالطريقه الجميله. كمان بنحطها في صينيه هيك وفقط لا غير نعمل هالضربه. كمان هيك بيطلع لنا موديل حلو. الشكل الرابع بناخذ قطعه عجينه نفردها هيك على طريقه شوباك، نعملها بشكل مستطيل
بعدين بنجيب شوية عجوة كمان نفتحها بهالطريقة الجميلة هيك، بنقص السوائل، بنجيب العجينة هيك يمنا من عندنا هيك، قدام ما نوصل النهاية بنجيب سكين ونعمل هيك ومنتابع التسكير ومنلفها بهالطريقة الجميلة ومنحطها. الشكل السادس عندي قطعتين عجين نفتحهم بهالطريقة الجميلة بشكل متساوي. طبعا لازم يكون العجين نفس الغرامات، نعملهم هيك قد بعض، نمسك الجدولتين هيك مع بعض وبنصير نفتل هيك. بعد ما وصلنا للنهاية كمان بنحطهم هيك وبنفتل في عكس اتجاه بعض هيك كرمال ناخذ الشكل المطلوب. نسكر عليهم هيك وبنغلق وبنحطهم. طبعا واخر شكل حبيت اعمله مثل خلية النحل او خلية النحل. عندي العجينة هيك راح احشيها بهالطريقة الجميلة هيك تمام والفها هيك. او فيكم تلفوها على المستدور هيك وبنصفط هيك وبنحط كل عجينة بعيدة عن الثاني سنتي سنتي فقط لا غير. وبعد ما شكلنا الخلية هيك بنحطها على جنب. عندي صينية فاضي تمام، عبيت فيها مي واخذتها على الفرن حطيتها بارضية الفرن، طبعا مي سخنة، وشغلت الفرن ما يقارب الخمس دقائق لبين ما حميته شوي صغيرة. وهلا بدي اخمرهم بالفرن، بس اهم شيء تحطوا المي كرمال ما ينشف العجين معنا، وبتصطبروا عليهن 25 30 35 دقيقة بكون جاهزات معنا. طبعا مو مستويات مختمرات. وهلا هيك بعد ما خمرناهم بهالطريقة الجميلة عنا على جنب شوية بيض وبننزل عليهم شوية حليب مع كم نقطة فانيلا وبنخلطهم بهالطريقة الجميلة. وبالرواق بنيجي ندهن عليهم هيك. واخيرا بنختمها بحبة بركة وبسمسم. واهم شيء مرحلة الخبز، شغلين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180، بنحميه كتير كويس ومندخلين على الفرن. مدة الخبز 20 25 دقيقة بيكون جاهزات معنا. طبعا الفرن شغال من فوق ومن تحت ومع المروحة كمان. طبعا بنحط كل الصواني ومنسكر. وهيك صار فينا نقولكم انه معروكنا صار جاهز. هلا تفاصيل المعروك بنعمله هيك بيرجع لحاله، بنعمله هيك بيرجع لحاله، بنعمله هيك بيرجع لحاله، وما بالك وقت اللي تيجي وتفتحه بهالطريقة الجميلة. ونبرد شوي بس قلبي الصغير لا يتحمل، بنسمي بسم الله ونقول له روحي. شوف على الجمال وصلي لي على النبي. سمي بسم الله ونقول له روحي. يعني لك يا صلاتك يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني راح خليك تلقائيا تقول لك يا ويلو لويلو لقلبي. رمضان على الابواب، كل عام وانتم بخير، وجربوا هالوصفه وراح تدعوا لي باذن الله. بامان الله.